بجد محدش عارف هو الاهلي ده عايز ايه عشان يكسب. والله بجد النادي ده محتاج ايه تاني عشان يكسب. بجد البنك الاهلي النهارده هو زانق الاهلي في مكنه الاي تي ام، وهات لك يا دعك. بجد في غياب الملك امام عاشور الاهلي بيتهز فنيا. الاهلي واقع فنيا، الاهلي مش شايف قدامه. في لعيبه الاهلي بيعتمد عليها، اللعيبه دي حرفيا بجد يا جماعه والله في اهلاويه ما بيفهموش في الكوره. اللعيبه دي مشطبه كوره. هل حد يقدر يطلع يقول ان اشرف بن شرقي الاسد مشطب كوره؟ هو ولا زيزو البالونه ولا محمد علي بن رمضان ولا احمد عيد اللي هم جايبينه معرفش ليه، معرفش. هو بجد الاهلي يفتقد الى لعيبه عندها شغف لكره القدم. الاهلي جايب لعيبه عشان يغيظ بس الزمالك، بس هو ده متعتهم في الحياه. متعتهم لما زيزو امام ولا زيزو بن شرقي بيجيبوا جون عشان ينزلوا الصوره ويكتبوا كومنتات الحرقان ومزارع الزملكاويه بجد. لكن الاهلي النهارده قدام البنك الاهلي فضيحه 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 فضيحه. فرقه معاها مليار، هل فلوسهم حرام؟ هل لما بيجيبوا فلوسهم منين؟ ما تعرفش اي حاجه. البنك الاهلي النهارده لو لعيبه البنك الاهلي مركزه بجد، هم يركبوا الاهلي 4-5 4-5. بجد الاهلي امام البنك الاهلي بيبين حاجه واحده بس، ان الفرقه مش نجوم. الفرقه لعيبه عندها ادوار في ارض الملعب، لعيبه فنيا عاليه، مش اسماء. سيبك من اسماء اللي هتضيعك دي. الاهلي عنده مشكله، عنده تخمه في النجوم. النهارده رامي بن شرقي وتريزيجيه والشحات وعثمان ومعرفش مين والمهاجم الجديد الفحل اللي ضيع الكره، وكله رامي مش عارف يعمل اي حاجه. مفيش غير تريزيجيه بس في ارض الملعب. بس تريزيجيه بس اللي هو لاعب من الاهلي اصلا. لكن كل اللي هم غايبينه دول بلح. هم مش هيحسوا بده غير لما يهدوا شويه وفككوا بقى من الحرقان والقرف اللي انتوا بتعملوه ده وركزوا في الكوره شويه. اعتقد ان الاهلي معاه كل حاجه وما عندوش اي عذر، وكل حاجه معاه وكل حاجه متاحه وكل حاجه في ايده. ايه السبب؟ الله اعلم. لايك مهم جدا، نقطة نظر ممتاز، شير مهم جدا الفيديو، فول على المتابعة مهمة لو تعمل تشوفني. سلام.